إذاعة شباب ورياضة من القاهرة تقدم مونج الحلنجي، بطولة يوسف عيد، عائشة الكيلاني، عادل خلف ونجاح حسن. مونج الحلنجي، تأليف نادية التبعي، إخراج نجوى إبراهيم. عملتها يا مونجي واتجوزت عليا. شفيقة هفهمك كل حاجة بعدين. تفهمني ايه يا راجل؟ منك لله روح. يا ست دي كانت جوازة كده والله اتدبست فيها. يلا يا متهم امشي قدامي. يا منجاتي يا دي الوقعة السوداء. بقى دي اخرتها يا ناقص يا معين زي ما انا هشرح لك كل حاجة لما اخرج. ان شاء الله. ده لو خرجت يا سبع. ليه؟ الله، هو انت مش هتبعتي للاستاذ عليش المحامي؟ محامي مين يا روح خالتك؟ ده انا هوصيهم يشنقوك، يقطعوك بسكينه تلمه يا خاين يا غشاش. لا 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 جوايه وليه؟ طب سيبي الاكل طيب. ده انا هرميه للقطط والكلاب ولا انيش هسيبهولك. لا حول ولا قوه الا بالله. الوليه اتهبلت. سيبك منها يا منجتي، انا عامله لك مكرونه فرن وفراخ مشويه. ايه اللي جابك بس يا شكريه؟ هيخص عليك يا قاسي، وانا اللي سايبه نمرتي في الصاله وجيت اطمن عليك. هي حبكت. الله بقى، ما هو كان مسيرها هتعرف. يلا يا متهم امشي قدامي. بالراحه، ايدك تقيله ليه؟ اصبر حاضر. بقول لك ايه، المهم المحامي تطلعي من هنا على مكتب الاستاذ عليش المحامي، لان احتمال مؤكد هترحل على النيابه. انت فاهمه فاهمه يا منجتي، هي احلى حاجه في دنيتي. مش وقت يا درعاتي. أنا محسوبك خليل بفرة. خليل بفرة. أنا مواكب. بتشتغل إيه يا أخ بفرة؟ بقول لك خليل بفرة، كلك نظر بقى. أيوة يعني بتبيع سجاير مش كده؟ عليك نور. بدأتها بلم السبارس وأنا عيل ابن 7 سنين. ده مين؟ ده أنا. أيوة. كنا بالقافية نجيب الورق ونلف دخان فاضي يعني. وده من قلة بقى. كانت ساعتها المباحث مفتحة عينيها على الآخر، والصنف شاحح والحالة ضنك بعيد عنك. لما الصنف بقى اتوفر وملا السوق كان لازم نطور في شغلنا. طبعا هو التطوير حلو برضه يا اخويا. ايوه، بقينا نحشي السجاير والطلب زاد علينا والاشياء بقت معدن. يا سلام وانت بقى اتقبض عليك وانت بتلف ولا وانت بتبيع؟ لا 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 لا، مسكوني على باب الجامعه وانا بصرف البضاعه للطلبه. ده مين؟ ده انا. لا ما لهمش حق. وانت بقى بالعافيه مسكوك في ايه؟ انا كمان كنت بوزع. بتوزع ايه؟ بانجو ايه؟ لا هرايين يا عم. لا لازم بقى افيون يا سيدي. انا كنت بوزع فسيخ. نعم يا اخويا، هنهرق ابدا والله. الحكايه اني بعت اكله فسيخ لجماعه جيران، الناس كلوه من هنا واللي جوالهم هو بيقول لك تسمم. يا وقعه، ده طبعا اكيد ماتوا. يا عم فعلا الله ولا فلك بقى، هم بس في حاله خطر. طب ما هي فيها حديد برضو يا حلوه. ادعي بس يا سيدي ان ربنا ياخد بايدهم اخوك غلبان، مش وش حبس ولا بهدله. ولا اقول لك بلاش انت تدعي لحسن ربنا ياخد اجالهم. قررنا نحن كمال صديق وكيل نيابة الهرم الإفراج عن المدعو مونج حسين معوض بكفالة قدرها 10,000 جنيه، ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضية أخرى. بتقول كام سعادتك؟ 10,000 جنيه؟ رحت بلاش يا مونجي. غدا لقاء جديد ومونج الحلنجي. التسجيل والمونتاج إبراهيم رويشي ومحمود إبراهيم. مونج الحلنجي، مع تحيات نادية التبعي، نجوى إبراهيم.